بيبدأ فيلم النهاردة بواحد اسمه جريجوري وبنشوفه وهو بيحبس ساحرة شريرة في مكان سري فوق جبل عالي، وبنشوفه كمان وهو بيرش مسحوق غريب فوق الزنزانة اللي حابسها فيها. وساعتها بنسمع صوت واحدة بتناديه باسمه وبتترجاه وهي بتعيط انه ما يسيبهاش هنا ويمشي، بس جريجوري بيسيبها محبوسة وبياخد الحصان وبيمشي من المكان. وبتمر الأيام والسنين لحد ما في يوم القمر كان على شكل هلال ولونه أحمر، والظاهرة دي مش بتحصل غير مرة واحدة بس كل 100 سنة. وبسبب كده الساحرة قوتها زادت عن الأول وقدرت إنها تخرج من المكان اللي محبوسة فيه. وبعديها بنشوف واحد اسمه ويليام وكان بيدور ساعتها على المعلم جريجوري، وبنلاحظ إن المعلم كبر في العمر جدا وأصبح راجل عجوز. وويليام ساعتها بيعرفه إن أجراس الكنيسة بترن، وده معناه إن أهالي القرية بيستنجدوا بيه علشان في مشكلة عندهم. وبنعرف إن المعلم شغلته هو مطاردة الأرواح الشريرة والسحرة اللي بيحاولوا يسيطروا على المدن الفقيرة. وبياخد جريجوري وويليام وبيبدأوا يتحركوا علشان يروحوا يشوفوا المشكلة اللي في القرية. وأول ما بيوصلوا جريجوري بيطلب من ويليام إنه يجهز له أسلحة معينة بيستخدمها في مواجهة الساحرات. وأول ما بيدخلوا بيلاقوا بنت صغيرة مربوطة بسلاسل وشكلها غريب جدا. وأول ما جريجوري بيقرب منها بيعرف إن الساحرة مالكن اللي كان حابسها زمان هي اللي ساكنة البنت دي، فبيخرج من معاه مسحوق الفضة وبيحطه حوالين البنت دي. وبعد شوية بتخرج مالكن من البنت والبنت بتقع على الأرض. وأول ما البنت بتفوق أمها وأبوها بياخدوها وبيمشوا بسرعة، والظلام اللي كان خرج من جسمها بيتحول لشكل الساحرة مالكن. وساعتها بتتكلم مع جريجوري وبتقوله إن هي كانت مفتقداه الفترة اللي فاتت دي كلها. وكمان لما شافت ويليام حاولت تسحره بس بيفوق على آخر لحظة. وساعتها بيحدف الفاس على جرس الكنيسة بيوقعوا عليها، بس هي بتهرب من تحته بكل سهولة وبتتحول لتنين وبتجرح جريجوري في بطنه وبتطير علشان تحاول تهرب من المكان. وهنا ويليام بيضربها بسهم فيه مسحوق الفضة علشان يضعف قوتها، وبيرمي عليها كمان شبكة من الفضة وبيفضل يشد فيها بقوة كبيرة لحد ما الفضة تضعف قوتها. بس مالكن كانت قوية جدا وبتسحبه لبره المكان. وهنا جريجوري بيجري وراه بسرعة وبيفضل يشد معاه الشبكة لحد ما مسحوق الفضة بيشتغل وبيضعف قوتها، وهنا بترجع لشكلها الطبيعي وبيقدروا يسيطروا عليها وبيدخلوها جوه القفص. بس قبل ما جريجوري يقفل القفص مالكن بتسحب ويليام معاها لجوه وبتحرر نفسها من الشبكة وبتسحره بقوتها لحد ما بتسيطر عليه بالكامل وبيموت. وهنا جريجوري بيولع في القفص اللي هي فيه، بس المشكلة انها بتتحول لتنين مرة تانية وبتقدر تهرب من القفص بكل سهولة وبتطير من فوق جريجوري اللي بيفضل يزعق وبيوعدها ان هو مش هيسيبها. بعدها بنروح لواحد اسمه توم وكان واقف في الغابة بيحاول يصطاد بس بيفشل دايما ومش بيعرف يصطاد حاجة. وهنا اخته عرفته انه ملوش في حكاية الصيد دي ويشوف له حاجة تانية احسن، بس توم بيوعدها انه هيتعلم قريب وهيبقى صياد محترف جدا. وفجأة توم بيظهر عليه اعراض غريبة فبيطلب من اخته انها تنده مامته بسرعة. وبنعرف ان توم بيشوف خيالات غريبة لناس تانية ما يعرفهاش، بس ساعتها امه بتوصل وبتهديه وبتاخده معاها وبتمشي. وبعد شوية بنشوف جريجوري وهو واخد مركب صغير وبيفضل ماشي بيه في النهر لحد ما بيوصل لبيت توم. وهنا اول ما ام توم بتشوفه بتقلق جدا وبتخبي السلسلة اللي في رقبتها علشان جريجوري ما يشوفهاش، وشكلها كده تعرف جريجوري من قبل كده. واول ما بيوصل بيعرفها انه جاي للابن السابع، وعرفها كمان ان هو جعان وعاوز ياكل، فبتحضره الاكل. ولما بيخلص بيتعرف على توم اللي هو الابن السابع، وساعتها بيدي ابو توم كيس مليان ذهب علشان ياخده معاه وهو ماشي. في الاول ام توم كانت خايفه عليه لانها عارفه ان كل المتدربين اللي كانوا مع جريجوري ماتوا، وكانت خايفه على ابنها جدا. بس توم عرفها ان ده الراجل اللي هو دايما بيشوفه في احلامه. ولما امه بتعرف انه مصمم يمشي معاه بتقلع السلسله اللي كانت مخبياها من جريجوري وبتطلب منه ما يقلعهاش من رقبته وبتودعه. وتوم بياخد المركب وجريجوري وبينطلقوا في النهر مره تانية. بنرجع لمالكن مرة تانية وكانت وصلت للقصر بتاعها اللي بتسكن فيه، وهناك بتقابل اختها اللي بتعرفها ان جريجوري اذاهم جامد وقتل منهم سحرة كتير وجوعهم. وكمان مالكن بتتفاجئ انه حرق وش اختها، بس مالكن بترجع لها وشها لطبيعته. ولما بتدخل القصر بتاعها بتلاقيه قديم ومهجور، فبتقدر بسحرها انها ترجعه لطبيعته احسن من الاول. بعديها بنرجع لجريجوري وتوم وكانوا ماشيين مع بعض في السوق، وساعتها بيطلب من توم انه يروح يشتري لحم طازة وهو هيدخل يشتري اسلحة علشان يقدروا يواجهوا بيها مالكن. واول ما توم بيمشي في السوق بيشوف مجموعة من الناس وهم ماسكين بنت وقابضين عليها وكانوا عاوزين يحرقوها علشان مفكرينها ساحرة. بس اول ما توم بيشوفها بيفتكر انه شافها في احلامه قبل كده اكتر من مرة، فبيقرر انه ينقذها وبيروح يعرف الناس انه مساعد جريجوري. وواحد من اللي واقفين بيقول لهم فعلا انه شاف جريجوري داخل يشتري اسلحه، وبيطلب منهم يجيبوا له شويه لحم وملح ودقيق وهو هيتعامل معاها لانها ساحره خطيره جدا وعاوزه حد خبير زيه. وبياخدها وبيدخلوا المكان بعيد عن الناس
وساعتها بتسأله انت مش مصدق ان ساحرة؟ قال لها لا، وبيحررها بالفاس اللي معاه، بس هي بتعرفه ان كل اللي بيشتغلوا مع جريجوري بيتقتلوا، وبتعرف اسمه وبتسيبه وبتمشي وبتقول له ما تعرفش جريجوري ان انت قابلتني. بس توم بيسألها عن اسمها فخلته يغمض عينه، واول ما بيفتح مش بيلاقيها في المكان. بس بعد شوية بنتفاجئ ان أليس دي وصلت لقصر مالكن، وبنعرف انها بنت الساحرة بوني اخت مالكن، وبترحب مالكن ببنت اختها وبتقول لها لازم تاكل من الكيكة دي اللي هي عبارة عن ديدان علشان قوتها تزيد، وبتعرفهم كمان ان القمر الدموي قرب يكتمل وده هيخلي قوتها تزيد هي وكل السحرة. وبعديها بتكلم كل السحرة اللي موجودين في العالم وبتقول لهم ان الملكة رجعت مرة تانية وبتدعيهم انهم يجولها القصر بتاعها. بعديها بنشوف توم هو والمعلم وهما في غابة غريبة جدا مليانة بالكائنات الغريبة، وبيطلب من توم انه ما يخافش من الحاجات اللي هيشوفها، وبيقوله كمان انه يندهله بالمعلم جريجوري. وفجأة بيظهر لتوم شبح، بس جريجوري بيطمنه وبيقوله ما تخافش منه، ده شبح مش مؤذي والغابة مليانة منهم. ولما توم بيسأله عن المتدرب اللي قبله، ساعتها جريجوري بيعرفه انه مات على ايد مالكن الساحرة الملكة. بس توم كان مفكر ان مالكن دي مجرد اسطورة، بس هو عرفه انها موجودة وهم هيروحوا لها الحصن بتاعها في جبل باندل، وبيقوله كمان ان انت دلوقتي في عالم الكوابيس في حقيقة. وساعتها توم بيبدأ يتهز جامد وبيشوف رؤية لمالكن غريبة جدا، وبعدها بيغمى عليه. وتاني يوم بيفوق توم وجريجوري بيعرفه ان هو اغمى عليه، وساعتها توم عرفه انه دايما بيحلم بيه، ولما سأله الاحلام دي مرتبة ولا لا قال له لا وما حاولتش اجمعها قبل كده، بس هو عرفه انه مع شوية تدريبات ممكن يرتب احلامه ويبعد عنه لعنات السحرة. وهنا توم شاف حاجة غريبة جدا، بس جريجوري عرفه انه ده تاسك نص غول ونص انسان. وبعد شوية بيوصلوا للبيت بتاع جريجوري، وكان البيت مليان بكمية كبيرة جدا من الكتب والأسلحة. وساعتها توم بيشوف لوحة قديمة لجريجوري مع محاربين كتير، وبيعرف ان هو مش لوحده اللي بيتصدى للصحراء، بس جريجوري عرفه ان كلهم اتحولوا لظلام وما بقاش حد فاضل غيره. وساعتها توم بيسأله المتدرب بيستمر قد ايه علشان يتعلم، فعرفه انه لازم يتدرب معاه لمدة 10 سنين، بس معاك انت هتقعد اقل من اسبوع، وده مش علشان ان انت خارق مثلا، كل الحكاية ان القمر الدموي بيقترب وده بيحصل في القرن مرة واحدة بس. وبيعرفوا انهم لازم يوقفوا مالكن قبل غروب تاني اكتمال للقمر علشان ما تسيطرش على العالم كله. وبيؤمر توم انه يروح اوضته وما يخرجش منها ابدا لحد الفجر علشان يتحركوا. بس بالليل واثناء ما هم نايمين توم بيسمع صوت غريب في اوضه مقفوله، فبيقوم علشان يشوف ايه الحكايه، واول ما بيفتح الباب بيلاقي بدله فارس من الحديد ودي اللي كان طالع منها الصوت. فبيفتح باب الخوذة وبيلاقي هيكل عظمي جواها، فبيقفلها مرة تانية وبيمشي. بس ساعتها الهيكل اللي جوه البدلة بيتحول لنار وبيصحى وبيبدأ يجري ورا توم وبيهجم عليه، وكان هيموته أكتر من مرة لحد ما في النهاية بيوصل جريجوري وبيهجم على الشبح ده، وبعديها بيخلص عليه بالعصاية السحرية بتاعته. وبيفضل يزعق لتوم علشان عصى أوامره وخرج من الأوضة بتاعته، وعرفه إنه أول درس إنه ما يعصيش أوامره مرة تانية، والدرس التاني إنه دايما يبقى مستعد في أي لحظة. وبيبدأ يبارز توم وبيضربه كتير، وبيفضل يزعق له لانه ضعيف وبيقول له انه ما يستاهلش الفلوس اللي دفعها لابوه. بس قبل ما يطلع توم بيتعصب وبيرمي سيف بقوه قدام راس جريجوري، وهنا بيعجب برميته جدا، وتوم بيترجاه مره تانية انه يعلمه كل المهارات اللي عنده. فبيوافق المعلم وبيبدا يفهمه كل اشكال السحره اللي اكيد هيقابلوهم لما يروحوا الملكن، اللي منهم بيتحول لنمر ومنهم ملك القتال بالسيف وانواع كتيره تانية. وبعديها بيجمعوا كل الأسلحة والتعويذ اللي هيحتاجوها في مواجهة مالكن، وبيبدأ يمرنوا على رمي السكاكين. بس توم كان لسه مهارته قليلة ومش بيعرف يتعلم بسهولة، بس كان عنده إصرار وعزيمة إنه يتعلم، وده اللي كان عاجب جريجوري فيه. وبعديها بيفهموا ان ما بين كل السحرة دول اهم واحدة فيهم هي مالكن لان هي الملكة بتاعتهم. بعديها بنشوف الساحر برادو وهو بيزور مالكن في القصر بتاعها، وكان جايب لها مجموعة من اقوى المقاتلين اللي عنده كنوع من تقديم الولاء ليها يعني، وبيعرفها كمان انه مستني اكتمال القمر الدموي زيها بالظبط علشان ينتقم من جريجوري على اللي عمله فيهم على مدار الزمن. ومالكن بترحب بيه، بس بتشوف واحد من الحراس اللي هو جايبهم وهو بيبص عليها، فقتلته في ثواني وحولته لرماد علشان ممنوع اي حد يبص على الملكة. وبعد شوية أليس بتتكلم مع امها وكانت خايفة من خالتها لانها كانت حاسة انها بتشكل خطورة عليهم، بس بوني بتطمنها وبتوعدها انها مش هتخلي اي حاجة تأذيها ابدا. بعديها بنشوف جريجوري وتوم وتاسك وهم مخيمين في مكان اثناء رحلتهم لقصر مالكن، بس توم بيصحى من النوم
وبيتفاجئ بأليس وهي موجودة في المكان، وأول ما بيمسك إيديها بيتفاجئ بنور أزرق خارج من إيديهم. وهنا أليس بتفهمه إن النور ده بيظهر لما ساحرة تمسك إيد الشخص اللي هي بتحبه. وهنا توم بيعرف إن أليس ساحرة، بس أليس بتقوله إن هو ما يقلقش، الساحرات زي البشر بالظبط، في منهم الطيب وفي منهم الشرير. وبعديها بتسأله عن السلسلة اللي في رقبته، عرفها إن هي خاصة بأمه وهي اللي عطتها له. وبتسأله هو ليه عاوز يمشي في الطريق بتاع جريجوري، وبتقوله إنه بيعامله بطريقة مش كويسة. بس أثناء كلامهم تاسك بيعمل صوت وهو نايم، ولما توم بيقوم يشوفه بيتفاجئ إن أليس اختفت من المكان كالعادة. وتاني يوم بيوصل مجموعة من الجنود لجريجوري، والجندي بيعرفه إنه مطلوب في المدينة حالا، فبياخد توم وبيروحوا للمدينة. وأول ما بيوصلوا بيقابلوا قس، وبيعرفوا انهم قبضوا على وحش خطير جدا ومحدش منهم قادر يعمل له اي حاجه. وبياخد من القس كيس مليان فلوس، وبيدخل للوحش اللي بيلاقي مجموعه كبيره من الحراس محاوطينه من كل مكان. وهنا جريجوري بيعرفهم ان الوحش ده اسمه اوراك، وقتل من جماعته لوحده اكتر من اي سحرة تانيين مع بعض. وبيطلب من كل الجنود انهم يسيبوه ويخرجوا، وبيتقدم ناحيه الوحش. وساعتها اوراك بيخرج من القفص وكان هيهجم عليه، بس بيفاجئه وبيرمي عليه مسحوق من الفضه اللي بيرجعه تاني لهيئته الحقيقية. وبعديها بيهجموا الاتنين على بعض، بس الوحش ده كان اقوى من جريجوري اللي بقى راجل عجوز. واول ما بيبتدي يتحول لوحش مرة تانية، توم بيحدف عليه مسحوق الفضة تاني، وبيقدروا يكتفوه في القفص بالسلاسل الحديد. وبعديها جريجوري بيؤمر توم انه يحرقه، بس توم بيقرب منه مش بيقدر يعمل له حاجة. فبيرجع لجريجوري وبيقول له ان هو مش عاوز يكون زيه، وبيسيبه وبيمشي. فجريجوري بياخد الشعلة وبيروح يحرق الوحش ده وبيخلص عليه. واول ما بيخرجوا جريجوري بيزعق له جامد، وبيقول له انه بيدربه علشان يخلصوا على الصحراء، وهو خيب امله وبيسيبه وبيمشي. كل ده وأليس كانت واقفه وشايفه كل اللي بيحصل. بعدها بنروح لقصر مالكن، والجنود بتشوف فهد داخل عليهم وكانوا هيهجموا عليه، بس رادون بيوقفهم. وبتطلع ان دي الساحره زاركن اللي بترحب بالملكه مالكن وبتنضم لجيش السحرة اللي معاها. وكان معاهم كمان الساحر ستريكس ملك السيوف. والملكه بتقول لهم ان كده فاضل اوراك، وما كانتش تعرف ان جريجوري لسه مخلص عليه. وبعديها أليس بتروح لتوم وبتسأله عن المعلم بتاعه، بس هو بيقول لها انه سابه ومشى علشان ما نفذش اوامره. فعرفته ان هو كده صح، وعرفته كمان ان جريجوري كان بيحب ساحرة زمان وبدأت تتكلم معاه. بس وهو معاها بيشوف مالكن وهي بتخلص على جريجوري، وبعديها بتغرق العالم كله في سواد السحر بتاعها. فبيسيبها وبيرجع لجريجوري مرة تانية، وبيعرفوا انه فعلا كان بيحب مالكن زمان، بس هي كانت عادية لحد ما الكره والحقد سيطر عليها. وده بعد ما عرفت انه متجوز من واحدة عادية، وساعتها قتلتها بدم بارد. وهو اضطر يخدعها لحد ما خدها لمكان بعيد، وقرر انه يحبسها للابد. بس المشكله انه ما كانش يعرف انه هيجي يوم وهتهرب من السجن مره تانية. وبينصحه وبيقول له انه لو شاف اي ساحره يحرقها على طول علشان ما يغلطش غلطته. بعدها بنشوف مالكن هي وبوني، وبتعرفها ان بنتها عرفت مكان جريجوري وتوم في مكان جنب النهر، فبتأمرها انها تجيب جريجوري وتعمل اللي هي عاوزاه مع توم. فبوني بتتحول لتنين وبتطير علشان تجيب لها جريجوري. وفي نفس الوقت كان جريجوري وتوم في طريقهم لجبل بندل، بس فجأة الأرض بتنشق من تحتهم وبيخرج لهم وحش عملاق اسمه بوجارت. وجريجوري بيعرفه انه وحش قبيح جدا واعمى زي الخفافيش بالظبط. فبيقول له طب نحاربه ازاي ده؟ قال له ده مش بنحاربه، ده بنهرب منه على طول. وبيطلعوا يجروا منه بسرعه لحد ما بيدخلوا من فتحه صغيره في الجبل بتطلعهم على حافه صغيره فوق النهر، وما كانش قدامهم اي طريقه للهروب منه غير انهم ينطوا في النهر. وبعديها بيطلعوا يركبوا مركب صياد في النهر، وجريجوري بيطمنه وبيقول له ان الوحش ده بيخاف من الميه، بس المشكله انه بينط وراهم وبيقلبهم كلهم من على المركب. وجريجوري بيقدر يطلع على شط النهر، بس بوجارت بيمسك توم وبيحاول يموته تحت الميه، بس توم بيخرج سكينه من معاه وبيضربه في ايده، وبعديها بيطلع عليه وبيفضل يطعنه بالسكينه. بس المشكله انه كان داخل على شلال عالي ومش بيلحق يهرب، وبيقعوا هما الاتنين من فوق الشلال. وبوجارت بينزل على صخره وبيموت، وتوم بيطلع من النهر وبيقعد يريح شويه، بس بيلاقي قدامه بوني اللي بتثبته بالسيف بتاعها وكانت عاوزة تقتله. بس توم بيمسك منها السيف، وفجأة بيخرج نور من القلادة اللي لابسها. وساعتها بوني بتخاف منه وبتقوله ان القلادة دي بتاعت الملكة بتاعتها، وبتتحول لتنين وبترجع للقصر مرة تانية. بعديها توم بيطلع لجريجوري اللي كان فرحان بيه جدا علشان قدر يقتل بوجارت. وبعديها توم بيوريله القلادة اللي معاه، وساعتها جريجوري بيستغرب جدا وبيفضل يضحك عليه. ولما بيعرفوا ان امه هي اللي عطتها له، بيعرفوا انها قلادة امبرن، والتعويذة اللي فيها اكتر حاجة بيقدسها السحرة. ولما بيسألوا ازاي امه جابتها، عرفوا ان التعويذة دي حاجة كده زي الخيال، ومستحيل امك تسرقها من السحرة. وهنا بيعرف توم ان امه ساحرة هي كمان، وبيستغرب جريجوري
وبيقول له ابن ساحرة بيتدرب لقتل الساحرات. وساعتها توم بيتحمس أكتر إنه يخلص على مالكن علشان يمنع سحرها عن العالم كله. بعديها بنشوف مالكن هي وأليس وبتحكي لها عن جريجوري واللي عمله في الأورك، وساعتها مالكن بتعرفها إن هي هتقتله هو وتوم، بس أليس بتترجاها إنها ما تقتلش توم وتسيبه عايش، فقالت لها تجيب القلادة اللي في رقبته وبتوعدها انها هتسيبه عايش. وبعديها بتجمع كل السحرة اللي معاها وبيستعدوا علشان يروحوا لسكان القرية اللي اتقتل فيها أورك علشان تنتقم منهم، وبتاخد كل السحرة وبيطيروا للمدينة. وساعتها سكان القرية بيشوفوهم وهم نازلين عليهم، وفي نفس الوقت كان معاهم أم توم. وساعتها بيتحول برادو لوحش عملاق وبيبدأ يهجم هو والسحرة على سكان القرية، وبيخلصوا على كل الناس اللي موجودة وبينتقموا منهم على اللي عملوه في أورك. وساعتها أم توم بتروح لستريكس وبتقدر بسحرها انها تخلص عليه وبتحرقه. وساعتها بتروح لها مالكن وبتقول لها اهلا باللي خانت شعبها، وبتربطها في الشجره وبتوعدها انها تقتل ابنها بعد ما تاخد منه القلاده اللي بيتحاموا فيها، وبعديها بتحرقها بسحرها وبيولعوا في المدينه كلها وبيمشوا. بعديها بنشوف جريجوري وتوم وهما مع بعض، وتاسك بيقول له ان في حاجه غريبه في المكان، فبيروح جريجوري معاه علشان يشوفها. وساعتها بتوصل أليس لتوم وبتقول له يلا نهرب مع بعض، بس بيوصل جريجوري وبيربطها في الشجرة وبيقول لتوم يجيب خشب علشان يحرقوها، بس توم بيقف له وبيمنعه وبيروح يحرر أليس وبيخليها تهرب. وهنا جريجوري بيتعصب عليه وبيفهمه انها ضحكت عليه وسرقت السلسلة منه، فبيطلع يجري وراها في الغابة علشان يرجع القلادة، بس هناك بيتفاجئ ببرادو قدام منه هو والجنود بتاعته، فبيضطر توم انه يواجههم كلهم وبيبدأ يشتبك معاهم. وبيوصل ساعتها جريجوري وتاسك وبينضموا لتوم وبيهجموا على الجنود هم كمان، لحد ما في النهاية بيتحاصروا على حافة جبل عالي والجنود بتقدر توقع تاسك من فوق وبيربطوا توم هو كمان وبيوقعوه، وجريجوري بيحاول يلحقه بس مش بيقدر. وساعتها برادو بيربط جريجوري من رقبته وبيسحبه وبيحطه في شبكة وبيقول له لسوء الحظ مالكن عاوزاك حي، وبياخده وبيمشوا من المكان. اما توم كان من لحسن حظه انه وقع على الاشجار وما ماتش. وساعتها بيشوف رؤيا الام ومالكن وهي بتموتها، وساعتها روح امه بتظهر له وبتقول له ان مالكن موتتها والامل الوحيد بقى فيه هو علشان يخلص عليها ويرجع القلاده. ولما بيفوق بيلاقي العصايه السحريه بتاعت جريجوري وبيلاقي تاسك وهو متعلق في الجبل من بدري، فبينقذوا وبيكملوا طريقهم للقصر. بعديها بنشوف جريجوري وهو مربوط في القصر، وبعد شويه الجنود بتاخده الملكن وبيشوف أليس اللي بتسأله عن توم، بس برادو بيعرفها انه وقع من فوق الجبل ومات. وهنا أليس بتتعصب على أمها لأنها خدعتها هي وخالتها علشان ياخدوا القلادة. أما مالكن فأصبحت أقوى من الأول، وده بعد ما أخدت القلادة، وبتعرض على جريجوري إنه ينضم لها ويعيش معاها حياة أبدية، وده بعد ما يدمروا العالم. بس جريجوري بيرفض، بس مالكن بتقدر بسحرها إنها تتمكن منه وكان خلاص هينضم لها بعد ما سحرته، بس أليس بتخطف منها القلادة اللي في رقبتها وبتجري، وجريجوري بيرجع يشوفها على حقيقتها مرة تانية، فبترمي جريجوري بعيد وبتتحول لتنين وبتطير ورا أليس علشان تقتلها. بس أمها بتتحول هي كمان وبتطاردها علشان تدافع عن بنتها. وقبل ما مالكن تمسك أليس بوني بتقدر تبعدها عنها في آخر لحظة، وبرادو بيروح لجريجوري علشان يخلص عليه وبيتحول لوحش ضخم جدا، بس جريجوري بيقول له ما تحاربني كده راجل لراجل، فبيرجع برادو لهيئته البشرية وبيديله سلاح وبيهجموا على بعض هما الاتنين. وأثناء ما أليس مستخبية بيوصل توم وبيسألها عن القلادة، بس عرفته إنها ضاعت منها، والحراس بتشوف مكانهم فبيقتل واحد وبيهجم على باقي الحراس، وتاسك بيهجم على مجموعة تانية هو كمان. كل ده وبوني بتحاول تبعد مالكن عن بنتها، وبعديها توم بيلاقي القلادة وبياخدها وبتتفاعل مع العصاية السحرية اللي معاه. وساعتها بتوصل زاركن وبتحاول تهجم عليه، بس بيقدر توم انه يحرقها بالعصاية اللي معاه، وبيخلص كمان على ساحر تاني قبل ما يهجم على أليس. والمعركة بين برادو وجريجوري كانت لسه شغالة، بس بيقدر انه يفاجئه وبيخلص عليه بالسلاح اللي معاه. ومالكن هي وبوني كانوا لسه بيتخانقوا مع بعض في السماء، وبتقدر انها تعض اختها، وبوني بتطعنها هي كمان في صدرها، وبيقعوا هما الاتنين مرة تانية تحت وبيرجعوا لهيئتهم البشرية. وساعتها بوني بتترجى اختها انها ما تأذيش بنتها، بس مالكن بتقولها ان هي خانتهم وبتقتلها هي كمان، وبعديها بتحرقها. وبتدخل مالكن للقصر وجريجوري بيدخل وراها، بس كانت قوتها راحت خلاص بسبب الطعنة اللي اخدتها من اختها، وبتسأل جريجوري لو كان لسه بيحبها
عرفها انه حبها مرة زمان ودلوقتي خلاص، وبيطلع الخنجر بتاعه علشان يطعنها، بس مالكن بتمسكه وكانت هي اللي هتموته، بس بيوصل توم وبيحدفها بالسكينة اللي معاه وبيقدر يخلص عليها، وجريجوري بيزعل عليها، بس توم عمل الصح والمرة دي بيحرق مالكن من غير أي تردد. وبعديها بيخرجوا هما الأربعة من القصر بعد ما قدروا يخلصوا على كل السحرة اللي موجودة، وبيرجعوا لبيت جريجوري مرة تانية وبيحطوا له علامة الصقور على إيده، وبكده أصبح توم قاتل السحرة زي جريجوري بالظبط. وبعديها بتظهر أليس لتوم وبتودعه وبتقوله إنهم أكيد هيتقابلوا مرة تانية، وبيحضر توم حاجته وبيجي يمشي، بس جريجوري بيقوله إن هو فاهم غلط، أنا اللي همشي مش أنت، ومن دلوقتي البيت ده بقى بتاعك وتاسك كمان بقى ملكك، وانت من دلوقتي مكاني وانت اللي هتحارب الصحراء. وبيودعه وبيسيبه وبيمشي، وبيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد، واكتبوا لنا في الكومنتات عاوزين نلخص لكم أفلام ايه المرة الجاية. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.